اول غلطه ليا اثناء ما انا طالب ان انا حقرت مستوايا. يعني كان وانا في الكليه قمه املي اجيب جيد جدا. كنا لو جبنا جيد جدا في كل السنين يبقى في الاخر حاجه اسمها مرتبه شرف. اللي جاب جيد جدا على الاقل في السنين يبقى اسمها مرتبه شرف. ففضلت اجيب في اولى وثانيه جيد جدا، كان مجموعين مع بعض. وفي ثالثه اجتهدت شويه، قلت يا رب اجيب امتياز، وبعد كده ما جاتش امتياز لكن بقيت فرحان جيد جدا. في رابعه وشايف بقى ناس في الدفعه اساطين شطار جدا جدا، اقوياء جدا. ف وانا في دماغي يعني مش هنخش في منافسه الناس دي. وبعدين جيت في رابعه اللي هي اول بقى بكالوريوس الحقيقه عندنا، فاجتهدت شويه زياده عشان دي بقى اللي مبني عليها يعني اللي جاي. بس في دماغي انا مش في اوائل الدفعه خالص، ولا مستوايا ولا ناوي، دي اكبر جريمه انا عملتها، لكن ربنا سترها معايا، بس جميل ستره. فاجتهدت شويه، فوجئتنا جبت في مواد رابعه دي الاربع مواد امتيازات. اللي كانوا جايبين امتيازات في رابعه كلهم عندي في دفعتي كانوا 75 واحد. مش مصدق نفسي ان انا في ال 75 الاوائل على الدفعه، انا متوقع اكون اخر واحد. وبعدين في خمسه بقى وتجتهد طلعت في الاوائل اهو، واجي لي نيابه. وطلع في الاخر مجموع رابعه وخمسه ما تقولوش لحد ال 31 على الدفعه. وبالمناسبه ده احسن ترتيب في الدنيا، اي حد بيتمنى يطلع ال 31. فلو فشل يطلع بقى الثالث السابع ال 15 ال 70، يأس بقى خلاص. المهم فطلعت ال 31 على الدفعه. جوز بنتي بس سلم عليه، نرى محمد، الله يخليك يا رب. فالمهم ف وانا بقى براجع النتيجه قلت اما ابص في رابعه انا كنت كام. طلعت كنت السادس على الدفعه في رابعه. وانا يعني مجتهد اجتهاد يعني مش جبار. الله، ده انت يا علي كان ممكن تكون السادس والثالث والاول على الدفعه من اول سنه. انت ليه هزمت نفسك؟ ليه نهزم نفسينا؟ ليه يا اولاد انت قاعد وشايف نفسك ان انا كتير قوي تقابلوني اقول لك ايه انوي تبقى في العشر الاوائل. الاقيك بصيت لي بصه كده ايه أنا لا حاضر يا فندم انا غبي يا فندم ده 10 ده غبي. بقول لك طب انوي يمكن يعني العشر يمكن تجيبها برضه انت شكلك انت كمان غبي يا فندم، والله احنا الاثنين اغبياء مع بعض. ليه كده؟ ليه بتقع في غلطتي انا؟ انا وقعت فيها وانا كنت هذا الغبي في يوم من الايام. اوعى تبقى غبي.